24 ساعة ماسك التليفون، بتدخل من الابليكيشن ده للابليكيشن ده للابليكيشن ده وبتسكرول طول اليوم بدون اي هدف، حاسس ان انت تعبان وزهقان وحاسس بخمول رهيب، كل ده بسبب التليفون. ففيديو النهاردة هقول لكم نعمل ايه علشان نبعد التليفون عننا وازاي ما نحسش بملل بخطوات بسيطة جدا. مش اول ما تصحى من النوم تفضل ماسك التليفون وترد على الرسائل وتشوف مين بعتلك وحاسس ان العالم كله هينهار، بالعكس مفيش حاجة هتحصل اصلا. فاوعى تمسك التليفون اول لما تصحى من النوم عشان ده اكبر غلط. خلي التليفون بتاعك بعيد عن عينك، يعني ممكن تحطه في الدرج. لما تحطه في الدرج او تحطه على المكتب ده بيخليه ان هو مش في متناول عينك، فمش هتبقى عايز تمسكه كتير. المكان اللي انت قاعد فيه خرج التليفون براه، يعني لو قاعد في اوضتك خلي التليفون في الصالة، ولو العكس اعمل كده. خلي التليفون دايما في مكان بعيد عنك ان انت ما تفتكروش وما تشوفوش. خلي الشاشة الرئيسية معلهاش اي ابليكيشن، ده هيخليك لو مسكت التليفون لاي ظرف مش هتبقى عايز تدخل على الفيسبوك او التيك توك او اي ابليكيشن انت بتضيع عليه وقت. خلي التليفون على وضع توفير الطاقة، ده هيساعدك ان انت مش بتبقى متشتت لو انت مسكت التليفون، او ان انت مسكت التليفون لاي مكالمة او حاجة ضرورية او عايز تبعت رسالة لحد بخصوص الشغل او حاجة مهمة. هيخليك ممكن طول النهار ما تمسكش التليفون او ان انت اصلا تبقى مهتم غير انك ترد على الحاجات المهمة وخلاص. بدل عادة بعادة، بدل ما تصحى من النوم تمسك التليفون ليه ما تصحاش تقرأ، ده هيخلي ذهنك اكتر هدوءا. اول حاجة مش هتتعرض للاشعة الزرقاء اول لما تصحى، وصدقني هي مضرة جدا واضرارها كتير، ممكن تدخل تعمل بحث وتدور وتشوف ايه هي الاضرار. كنت عاملة فيديوهات عن القراءة، روح شوفها. قضي وقت مع نفسك اكتر، انزل اتمشى، روح اماكن حواليك، ممكن المكان فعلا يكون قريب منك، شوف مناظر طبيعية، وصدقني ده هيفرق في نفسيتك جدا. بعيد عن التليفون، بعيد عن السوشيال ميديا، بعيد عن اي ضغوطات ممكن تخليك مش في احسن حال، والموضوع بيفرق في نفسيتك. لو نزلت اتمشيت كل يوم صدقني الموضوع مفيد جدا. حاول دايما انك تكون في مكان فيه طبيعة، سواء اي طبيعة كانت حواليك او قريبة منك، صدقني المكان ده هيحسن من نفسيتك جدا، هيخليك ان انت حد اقل قلق. لان السوشيال ميديا والتليفون كل الحاجات دي بتخلينا دايما متوترين، دايما عندنا ستريس، دايما في حاجة غلط. لكن لما تقعد تهدى تبعد عن اي مشتتات، بس تتأمل في الطبيعة اللي سبحان الله ربنا خلقها، تشوف غروب الشمس، دي من احسن الحاجات اللي انت ممكن تقدمها لنفسك. باب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ. سافر، سافر وانت مسافر استمتع اكتر بالوقت، ما تقضيش وقتك كله ماسك التليفون، استمتع بالطريق وتأمل فيه، تأمل سبحان الله ان كان الطبيعة دي صحراء او غابة او المكان اللي حواليك. قضي وقت اكتر مع عيلتك وصحابك، روح اماكن جديدة او اماكن انت بترتاح لها. ادخل اعمل اكل او ادخلي اعملي اكل، سواء كنت ولد او بنت، الاكل او انك تعمل حاجة لحد بتحبه او سواء كان لنفسك من امتع الحاجات. شوف وصفة حاجة نفسك تجربها من مطبخ معين او سواء كانت اكلة بلدك التقليدية واعملها. حتى لو هتعمل طريقة اندومي، ارسم يا صديقي، ارسم. حتى لو رسمك مش احسن حاجة، اخترت رسمة معينة عايز تعملها وطلعت عكس ما انت شايفها تماما، مش مهم، المهم ان انت قررت انك تعمل حاجة وركزت فيها واديتها من طاقتك ومن مجهودك. الرسم من الحاجات اللي بتخليني مركزة قوي فيها وبتخليني افصل، وصدقني دي من الحاجات اللي بتخليك تفصل وبتعالج عندك التشتت لانك بتبقى مركز في حاجة واحدة بس. حبيت اوريكم حبة من رسوماتي، فلو عجبتكم الرسومات متنسيش تقولولي.